ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف معانا مكونات ايه. انا معايا هنا 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه. معايا كوبايه حمص الشام مغسول ومنقوع من بالليل للصبح على الاقل 12 ساعه نقع. معايا هنا بقدونس، فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، فلفل حار، جزريه صغيره مبشوره، عودين ريحان او نعناع حسب المتوفر وممكن تستغني عنهم خالص. انا حاطه هنا شريحه بسطرمه واحده، لو انتي مش حابه تضيفيها ما تضيفيهاش، مفيش اي مشكله. عندي ملح وكمون وفلفل وبابريكا. معايا بصل بودر وتوم بودر. طبعا الكميات حسب الكميه انت بتعمليها بقى. لو انت حابه تضيفي بصل فريش او توم فريش براحتك، مفيش اي مشكله. انا حبيت اكون سهله وبسيطه كده، متاخدش وقت معايا، وحلوه جدا للدايت، ممتازه جدا جدا بجد. عايزه اقول لكم اكله حلوه جدا ومشبعه قوي قوي قوي. كل اللي هعمله هضرب الحمص بتاعي مع البيض في الخلاط بتاعي او في الكبه ونرجع نشوف شكله. كده انا هضيف البيض بتاعي كده في الكبه، بسم الله الرحمن الرحيم، كده بالشكل ده. وهضيف عليه الحمص واضربه كويس جدا. لو انا حسيت ان هو عايز سوائل تاني، ميه او لبن، نضيف شويه ميه او لبن حسب المتوفر، مفيش اي مشكله. بس هضرب بقى كل الكلام ده عشان صوت الكبه وارجع اوريها. وكده ضربت المكونات بتاعتي بالشكل ده كده. ننزل دايما كده باستمرار عشان ميبقاش فيه حتت ناشفه وكده. نكمل ضرب. وكده خلاص انا ضربت الخليط بتاعي بالشكل ده. عايزه بس اقول لكم على معلومه مهمه، بس شايفه قوامه عامل ازاي. هو عايز بس نقطه لبن او نقطه ميه صغيره خالص. هقول لكم برده هضيف قد ايه. بيرجع كمان حسب كميه الحمص انت مالك كوبايه على الاخر ولا لا، او بيرجع حسب كميه البيض، يعني ممكن ياخد اكتر او اقل. في ايديك ان انت تغيري. لو جت ناشفه معاكي هتزودي شويه حليب او شويه ميه. لو جت طريه معاكي هتزودي شويه حمص تاني وتضربيهم مع بعض. انا بجيب الحمص، بجيب مثلا نص كيلو او كيلو، بنقعهم بالليل الصبح. باخد الكميه اللي انا عايزاها، والكميه الباقيه بشيلها عندي في الفريزر، بتنفع مره تانية او مرات تانية. انا كده بس هضيف التوابل بتاعتي كده بالشكل ده. وهضيف كل الخضار كده، مش هضيف اللبن او التوابل بتاعتي لما اقلب كل المكونات اشوف محتاجه ايه، عشان ما تطلعش معايا طريه وارجع المها تاني. لو انت طبعا بتعملي دايت مش هينفع تزودي دقيق. لو مش بتعملي دايت بتاكلي اكل عادي او مش بتاكلي اكل صحي، هتزودي شويه دقيق صغيرين. هقلب بس كله مع بعضه كده كويس. وكده دمجت كل المكونات بتاعتي كده بالشكل ده. طبعا هحتاج شويه سوائل. نبتدي نضيف مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي عندي كوبايه، معلقه قصدي 2 3. هضيف حوالي 3 معالق واشوف عايزه تاني ولا كده كويس. عايزه بس اقول لكم كمان هضيف رشه بيكنج باودر صغيره او كيك شيف صغيره كده، عشان تخليها هشه معايا، يعني حوالي ربع معلقه صغيره بتاعت شاي كده. هضيف كمان معلقتين كده، يعني كده تقريبا حطيت حوالي 5 معالق لبن او حليب كده بالشكل ده. طبعا السيوله بتاعتها او النشفان بتاعها زي ما انت حابه. لو انت حابه تعمليها عجه قوي، اللي هي شكل العجه اللي احنا بنطلعها المصريه العاديه، يبقى حلو قوي كده. لو بتحبيها منفوشه وطريه شويه، يبقى هنزود حبه لبن تاني. انا هضيف هنا حبه لبن معايا كده. انا كل اللبن اللي كان معايا اقل من نص كوبايه. بصوا كده بالطريقه دي، وهقول لكم بالظبط برضه اخدت معايا لبن قد ايه. طبعا بتختلف زي ما قلت لكم حسب البيض والحمص، حسب حجم الحاجه والخضار اللي بتحطيه بيشوف معاكي وهيشرب سوائل قد ايه. بس كده انا كده خلاص اخدت معايا ربع كوبايه لبن بالظبط، ادي الربع اللي فاضل. اخدت معايا ربع كوبايه حليب بالظبط. بس هقلبها كده بقى ونروح على النار نشوف هنعمل فيها ايه. نسيت بس اقول لكم، لو حابين تضيفوا اي خضار تاني او حابين تستغنوا اي حاجه من الخضار ده زي ما انتوا حابين. عايزه بس اقول لكم كمان، لو انتوا حابين تضيفوا عليها مكعب مرقه، لو النظام بتاعك ما فيهوش مرق دجاج وكده بلاش. لو متاح ممكن تضيفي عليها مكعب مرقه، يخلي طعمها حلو جدا. وكده حبيبي خلاص انا فضيتها في القالب بتاعي كده بالشكل ده اهي، شايفين شكلها كده وسويتها معايا. انا دهنت بس القالب بتاعي دهن السمنه فلاحي او زبده حسب المتوفر عندك. انا بصراحه حطيت دهن السمنه فلاحي بالفرشه بس. وضفت المكونات بتاعتي. ادخلها بقى الفرن، بنعملها شبه الكيك بالظبط كده. بندخلها الفرن لغايه ما تستوي ونرجع نشوف شكلها. وكده القالب بتاعي بدأ يستوى شويه. انا هضيف رشه جبن كده، طبعا دي اختياري، لو حابه تضيفي ماشي، مش حابه براحتك، اي كميه بتفضليها. كده بالشكل ده، وهرجعها الفرن تاني تكمل تسويتها. وده كده شكلها النهائي معايا. شايفين شكلها كده؟ شايفين شكلها تحفه بجد.